السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أخبار البارسا. لو بتحب البارسا اعمل لايك لهذا الفيديو واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات وصل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. مستقبل بينيا مع برشلونة متوقف على تشيزني. أفاد الصحفي لويس ميغيل سانز عبر صحيفة سبورت أن مستقبل الحارس بينيا مع برشلونة سيتحدد في الأيام القادمة في ظل ارتباط موقفه بتسجيل البولندي تشيزني. وبحسب التقرير فإن النادي الكتالوني يستبعد خيار فسخ عقد بينيا لتجنب دفع راتبه كاملا هذا الموسم، ويفضل بدلا من ذلك التفاوض على تمديد عقده حتى 2027 مع إضافة خيار شراء غير ملزم. ويعي الحارس الإسباني أن فرصته في اللعب تكاد تكون معدومة، لكنه يدرك أيضا أن رحيله لن يتم قبل تسجيل تشيزني رسميا في قائمة الفريق. خبر سار في برشلونة. ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن النجم البولندي روبرتو ليفاندوفسكي سيكون جاهز للعودة إلى تشكيلة برشلونة في مواجهة ليفانتي يوم السبت القادم ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني. وبحسب التقرير فإن عملية تعافي المهاجم المخضرم صارت بوتيرة أفضل مما توقعه الجهاز الطبي، ما يفتح الباب أمام مشاركة بشكل طبيعي شرط عدم تعرضه لانتكاسة جديدة خلال الأيام القليلة القادمة. توريس لم يخطئ، اللوم يقع على مونتيرو. تحدث خوان أندوخار أوليفر الخبير التحكيمي في راديو ماراكا عن الجدل في مواجهة برشلونة وريال مايوركا، مؤكدا أن الحكم مونيورا مونتيرو أخطأ في التعامل مع لقطة سقوط رايلو لاعب مايوركا إثر اصطدام الكرة برأسه. أوليفر قال المسؤولية كاملة تقع على الحكم مونويرا لأنه كان مطالبا بإيقاف اللعب بعد سقوط رايلو. فيران توريس لم يرتكب أي خطأ، بل كان من المفترض أن يواصل اللعب حتى يسمع الصفارة. مايوركا يكرر خطة باريس سان جيرمان مع أرخاو. أظهر رونالدو أرخاو وجهين مختلفين في مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا، حيث جمع بين القوة الدفاعية المعتادة في المواجهات الفردية وبين صعوبات واضحة في التعامل مع الكرة وبناء اللعب من الخلف. منذ الدقائق الأولى كان واضحا أن أراساتي خطط لاستهداف نقطة ضعف المدافع الأورغياني كما فعل باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال 2024. تركوا أراخاو حرا في إخراج الكرة بينما أغلقوا المساحات أمام كوبارسي مجبرين إياه على قيادة البناء رغم أن هذه ليست نقطته الأقوى. اللاعب الذي أجبر فليك على غلق ملف التعاقدات الصيفية. اللاعب الذي أجبر فليك على غلق ملف التعاقدات الصيفية. كشفت صحيفة سبورت أن الصاعد جوفري تورنيتس غير حسابات هانز فليك داخل برشلونة بعدما أثبت أنه أكثر نضجا مما كان متوقعا ليصبح منافسا مباشرا لإلخاندرو على مركز الظهير الأيسر متقدما في الترتيب على جيرارد مارتين. وبحسب التقرير كان المخطط الأول للإدارة يتجه نحو إعارة جيرارد مارتين، حيث وصلت المفاوضات مع وولفرهامبتون لمراحل متقدمة مع تدعيم الفريق بظهير أكثر خبرة مثل غيرمالدو ليغطي المركز مؤقتا ريثما يكتمل تطور تورناتس. لكن برحيل إنغيغو مارتينيز وبقاء مارتن داخل الفريق تغيرت الصورة. تورناتس أصبح المنافس المباشر لدى فيما سيقتصر دور جيرارد غالبا على كونه قلب دفاع أيسر بديل، وهكذا أغلق ملف التعاقدات مع مدافع جديد. هانز فليك وديكو يخططان لآخر تحركات برشلونة في الميركاتو الصيفي. كشف الصحفي لويس ميغيل سانز أن مدرب برشلونة هانز فليك والمدير الرياضي ديكو عقد اجتماعات هذا الأسبوع لتوضيح الخطوط العريضة لمرحلة حسم في سوق الانتقالات الصيفية. وبحسب التقرير فإن فليك يطالب بتعزيز دفاعي يمتلك المرونة للعب كقلب دفاع وكظهير في ظل حاجة الفريق إلى حلول متعددة، لكن العقبة الكبرى تبقى في الوضع المالي المحدود للنادي. ومن وجهته يركز ديكو على إيجاد قلب دفاع أيسر لا يتجاوز عمره 23 عام بحيث يتم تسجيله مع الرديف مع إمكانية الاعتماد عليه في الفريق الأول كحل مستقبلي يتماشى مع سياسة النادي في الاستثمار بالمواهب الشابة. النقاشات لا تزال مفتوحة مع توافق بين الطرفين على ضرورة التدعيم، لكن الخيارات المتاحة تتأثر بشكل مباشر بقيود الميزانية الصارمة. السبب الرئيسي لغضب فليك من لاعبي برشلونة. كشف الصحفي لويس روخو عبر صحيفة ماركا أن مدرب برشلونة هانز فليك غادر لقاء مايوركا وهو غاضب رغم الأداء الكبير الذي قدمه الفريق الكتالوني. ووفقا للتقرير فإن فليك شدد على لاعبيه بضرورة الحفاظ على الكثافة والحدة طوال المباراة، منتقدا حالة التراخي التي ظهرت خصوصا في الشوط الثاني
رغم أن الخصم كان يلعب ب9 لاعبين. ما حدث من حكم لقاء برشلونة ليس خطأ تحكيمي بل هو فساد متعمد. تحدث الصحفي سيرجي دردارا منتقدا موقف الحكم مونيرا مونتيرو في لقطة احتساب الهدف الثاني لبرشلونة، بالرغم من الكرة التي اصطدمت برأس راليو لاعب ريال مايوركا حيث لم يرى أنها تستوجب إيقاف اللعب. دردارا قال: عندما يسجل لاعب هدفا ولا يحتفل به فإن ذلك يوضح كل شيء. من الواضح أنه لم يكن حكما فقط بل طبيبا أيضا. الكرة ارتطمت برأس رايلو بزاوية قوية قرابة 40 درجة، وكان لدى الحكم نحو 7 أو 8 ثواني لاتخاذ القرار وإيقاف اللقاء، لكن ذلك لم يحدث. برشلونة لم يفز على مايوركا بسبب الحكم. أكد الصحفي الإسباني لويس روخو عبر صحيفة ماركا أن فوز برشلونة على ريال مايوركا لا يمكن اختزاله في قرارات الحكم أو الطردين اللذين تعرض لهما المنافس، مشيرا إلى أن فريق هانز فليك كان متفوقا بوضوح منذ البداية. أوضح روخو أن لامين يامال كان بمثابة كابوس دائم لدفاع مايوركا بعدما صنع التقدم المبكر لزميله رافينا، لافتا إلى أن الفريق الكتالوني واصل على نفس النهج الذي ظهر به الموسم الماضي: ضغط فعال عند خروج الكرة، دقة عالية في مصيدة التسلل، وفعالية هجومية أمام المرمى. وختم الصحفي تحليله بالتأكيد على برشلونة لم يفز بفضل قرارات الحكم بل لأنه يملك جودة أكبر وقدم مباراة قوية تعكس امتلاكه فريقا عظيما. لافتة في مباراة مايوركا تؤكد على أن لامين يامال هو القائد الجديد لمشروع برشلونة. أفردت صحيفة موندو ديبورتيفو تقريرا خاصا عن تألق النجم لامين يامال الذي خطف الأضواء من جديد أمام ريال مايوركا بأداء مبهر جعل الحديث عن إمكانية ترشحه للفوز بالكرة الذهبية في باريس يوم 22 سبتمبر أمر واقعي أكثر من أي وقت مضى. ورغم أنه لم يضطر للعب بكامل سرعته كان لامين حاسما، إذ صنع هدف التقدم لزميله رافينيا قبل أن يوقع بنفسه على هدف أسطوري أعاد للأذهان لمسات ليونيل ميسي حين راوغ 3 مدافعين وأسكن الكرة في الزاوية العليا للحارس ليو روماني. وفي غياب المهاجم البولندي روبرتو ليفاندوفسكي بداعي الإصابة وجد لامين ضالته في شراكة مثالية مع رافينيا، حيث أعاد الثنائي للأذهان لقطة الموسم الماضي أمام بيتيس 5-1، لكن هذه المرة بلمسة مختلفة بعدما مرر الإسباني بداخل القدم بدل من الخارج، منحا زميله فرصة التسجيل على طبق من ذهب. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ تولى يامال لأول مرة تنفيذ ركلة حرة مباشرة بقميص برشلونة في خطوة رمزية لكنها تحمل دلالة كبيرة على مكانته المتنامية في الفريق، وكأنه يعلن نفسه قائدا جديدا رغم حداثة سنه. أخيرا بقى تفاصيل محادثة أراساتي ومنيرة بعد هدف برشلونة الثاني أمام مايوركا. كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن الحوار الذي دار بين الحكم خوسيه لويس مونيرا مونتيرو ومدرب ريال مايوركا يغوبا أراساتي عقب تسجيل برشلونة هدفه الثاني في ظل مطالبة الفريق البلياري بوقف اللعب بسبب إصابة أحد اللاعبين. اعترض أرساتي قائلا إنها ضربة في الرأس يجب أن توقف اللعب دائما. مونيرا رد بالتالي إنها ضربة أثناء تشتيت الكرة لقد شتت الكرة برأسه، وقال أرساتي: وماذا بعد؟ هذا يتكرر دائما. مونيرا رد: تحدثت معه، حالته لا تستدعي إخراجه يا غوبة، أنت تعرف ذلك جيدا. انتهى الأمر. وانتهى ملخصنا عن أخبار البارسا. لا تنسى عمل لايك لهذا الفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس الإشعارات لو عاوز أخبار الدوري الإسباني وبرشلونة وريال مدريد. واشوفكم فيديو تاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.